بالنسبه لي بعد الدبلومه وانا وزن الدبلومه بعد ما خلصت تراك الاستراتيجي عملت استراتيجي لاكتر من اكونت، والحمد لله الفيدباك بتاعتهم كانت حلوه جدا. انا شيرين عبد العزيز احمد، سوشيال ميديا سبيشالست، RMC وورلد وايد بارتنر ايجنسي. انا عايزه حاجه تكون منظمه لي الدنيا، عندي نولج عن كل التراكس اللي موجوده جوه الديجيتال ماركتنج عشان افهم انا فين وبعمل ايه، ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. حاولت ادور بكل الطرق على مكان اقدر الاقي فيه الحاجه اللي انا عايزاها. انا بالنسبه لي كان دكتور مجدي ودكتور سامح، يعني بصراحه انا استفدت منهم بجد جدا. حتى الورك شوب اللي احنا كنا بنعملها معاهم فعلا، بما اني شغاله في ايجنسي يعني، فهو انا بيجي لي بريف بشكل كذا بطلع منه كذا. الماركت بيتكلم ازاي اساسا، دي نقطه مهمه جدا، ان انا افهم الماركت اصلا فيه ايه. انا ممكن ابقى اوكي يا جماعه انا بعرف ادي اعمل كذا وكذا، بس انا خلاص بقى اون جراوند انا على في الشغل نفسه مش عارف حاجه، مش فاهم. وانا وزن الدبلومه بعد ما خلصت تراك الاستراتيجي عملت استراتيجي لاكتر من اكونت، والحمد لله الفيدباك بتاعتهم كانت حلوه جدا، واكونتس كبيره مش كلاينتس صغيرين. وحاجات عندي في الايجنسي احنا بنعمل ويب سايت، فانا دلوقتي قاعده مع التيم اللي بيعمل الويب سايت. لا انا عايزه كذا، ده المفروض يبقى كذا. انا بقول معلومات هم اصلا مش عارفين انت جبتيها منين، يعني هم اصلا مش عارفين هو انت عرفتي ده منين اصلا. خدت تولز كتير جدا فيها كل التفاصيل على اي اندستري انا هشتغل عليها، وده مهم لان انا شغلنا مش في حته واحده، شغلنا في كل حاجه. فلازم ابقى فاهمه كل مكان فيه انا هعمل ايه. دول اكتر حاجات بالنسبه لي مهمه وموجوده في المكان، تخليني لو حد سالني انا عايزه اروح في مكان فيه 1 2 3 اقول له اوكي تعالى هنا.